في تسعينات القرن الماضي عاش نادي برشلونة مرحلة ذهبية، لا من حيث الألقاب فحسب، بل من حيث التحول الثقافي والفني الذي شهده النادي. هذا الجيل لم يكن مجرد مجموعة لاعبين، بل كان مشروعا كرويا متكاملا وضع أساس البارسا الحديث بقيادة المدرب الأسطوري الهولندي يوهان كرويف. عندما تولى يوهان كرويف تدريب الفريق في عام 1988 لم يأتي فقط لقيادة الفريق فنيا، بل جاء بفلسفة شاملة لتغيير طريقة لعب النادي ومنهجيته في بناء اللاعبين. كان كرويف يؤمن باللعب الهجومي الممتع، بالسيطرة على الكرة، وبأهمية التكوين من القاعدة، وهو ما ساهم لاحقا في تأسيس فلسفة التيكي تاكا. خلال التسعينات أسس كرويف ما عرف فريق الأحلام، الذي ضم نجوما مثل روماريو، ستويشكوف، كومان، غوارديولا، لودوب، باكيرو، فيرر. من أبرز إنجازاتهم الدوري الإسباني 4 مرات متتالية، دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه عام 1992، كأس الملك والسوبر الإسباني. كانت الحصيلة المحلية قوية ومستمرة، لكن الإنجاز الأكبر كان في بناء الهوية، حيث أصبح برشلونة معروفا عالميا بطريقة لعبه وفلسفته الخاصة. جيل التسعينات شهد بروز لاعبين شبان من لا ماسيا، أكاديمية برشلونة، وعلى رأسهم بيب غوارديولا، الذي أصبح لاحقا رمزا للفريق ومدربا أسطوريا. كما مهد هذا الجيل طريق أمام مواهب مثل تشافي وإنيستا وكارليس بويول الذين تألقوا في العقد التالي. رغم أن نهاية التسعينات شهدت تذبذبا في النتائج ورحيل كرويف، إلا أن إرث هذا الجيل بقي حيا، وأثره كان واضحا في كل جيل. جيل التسعينات لم يكن فقط بداية النجاح، بل بداية الأسلوب، أسلوب برشلونة.